الصالحين ولست منهم عسى أن أنال بهم شفاعة وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. أحب الصالحين ولست منهم عسى أن أنال بهم شفاعة وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياكم في زمرة الصالحين، اللهم آمين. اليوم مع رجل لا أقول من الصحابة والتابعين ولكن بعد هذا الجيل وهذا الجيل، إنه حاكم وصبر، رجل عرف بين الناس بالصلاح والتقوى والحكمة، فكان لا يقول إلا صدقا ولا ينطق إلا حقا ولا يرى إلا في موطن يحبه الله عز وجل. قيل له ذات يوم: يا حاتم، على ما بنيت طريقك في التوكل على الله؟ إذا توكلت على الله عز وجل وخدت الدنيا وراء ظهرك. قال: على 4 أشياء. علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي. علمت أن رزقي لن يأخذه غيري وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فاطمأن قلبي. وعلمت أن عملي لن يعمله غيري فاجتهدت فيه. العمل الصالح بتاعنا لا بد أن تعمله أنت بما كسبت يداك أنت، لذلك فاجتهد في هذا. قال: وعلمت أن الله طلب علي فاستحييت أن يراني في موطن أعصاه فيه. قال: وعلمت أن الموت يأتي بغتة فتهيأت نفسي إليه، هيأت نفسي للموت. وكان رحمة الله عليه يقول: لي 9 من الأولاد ما حملت هم رزقهم يوما. عن 9 أولاد ما حمل هم رزقه أبدا. احنا ماشيين النهارده نتكلم نفسنا عشان الديون والبيت والجواز والعيال. هل لم 9 من الأولاد يقول ما حملت هم رزقهم أبدا؟ وكان الشيطان يأتي لي كل يوم يقول لي: يا حاتم يا حاتم، ما تأكل ما تلبس ما تسكن. هتاكل ايه؟ الفلوس والدنيا والتموين والحاجة العظيمة في البيت، وما تلبس وما تسكن. فكنت أقول: أأكل الموت، أأكل الموت، أي أهضمه وأعلم أني لا محالة ميت. قال: وألبس الكفن وأسكن القبر. كلما حدثت نفسه بالمال ومتاع الدنيا يقول: إنما آكل ماذا؟ آكل موت. هذا الذي أعمل من أجله هذا الجسد إنما هو يذوب ويزول، فلا آكل إلا الموت ولا ألبس إلا الكفن ولا أسكن إلا القبر. ونبه نفسه على العزوف عن الدنيا. وله قصة ربما هي من أشهر القصص لحاتم رحمة الله عليه، أنه دخلت عليه ابنة له صغيرة رأت يبكي، فقالت: يا أبت ما يبكيك؟ قال: يا بني، قد استعد الناس للحج، ليس معي زاد أذهب به ولا شيء أتركه لكم. أنا عاوز أحج السنة مش معي أي مال خاص لك، فلن أذهب للحج. واشتاقت نفسي إلى بيت الله الحرام، فقالت: يا أبي اذهب للحج ودعك من أمرنا. فاستبشرت كلامها وأخبرها أن تخبر أمها بهذا، فذهبت البنت الصغيرة فأخبرت أمها وأخواتها بهذا الأمر، فقالت: توكل على الله. فارتحل، ليس معه نفقة ولا شيء ولا معه دابة، إنما يمشي خلف القافلة. توكل على الله عز وجل وأخذ الأسباب وشوق إلى بيت الله الحرام. وبينما هو في الطريق قال له: أصيب أمير القوم، أمير القوم أصيب، فاذهب فارقه. قال: فذهبت فقرأت عليه رقية فبرئ بفضل الله. فقال: يا حاتم، نفقتك ذهابك وإيابك عليك، كذلك من ايه؟ كل ما تحتاج من نفقة في ذهابك لرحلة الحج وإقامتك هناك ثم عودتك عليك. فقال حاتم: اللهم كما أخذتني فأدني فضلك على أولادي. البيت ليس عندهم طعام ولا شراب، اشكون من قلة الزاد، مرة يوم واثنين وثلاثة ولا طعام ولا زرع لهم. وأصبح اللوم على الجارية الصغيرة، البنت الصغيرة: أنت التي قلت كذا وقلت كذا. وبينما هم كذلك وقد بلغ بهم الجوع مبلغا عظيما، إذ مر أمير البلدة عليهم كان في رحلة صيد، فحينما مر على بيت حاتم شعر بعطش شديد كأن حلقه يتشقق، فقال: ائتوني بماء. فقال: هذا بيت حاتم الأصم. فطرقوا الباب فخرج جارية بنت له
فقيل أين هو؟ قال ذهب للحج. فكان يرتدي حزاما يعني متوج بالذهب والياقوت وفيه أموال، فخلع حزامه هذا وألقاه في بيت حاتم، وقال لوزرائه ومن كان معه في رفقته من أحبني ورأى لي فضل عليه يوما فليفعل كما فعلت. فأخذ الوزراء والأمراء وكل من معه يخلع حزامهم فيه المال ويلقونه في بيت حاتم، فاجتمع في بيت حاتم مال كثير جدا. ففرحت الزوجة والأولاد، لكن الجارية الصغيرة دخلت غرفتها وأخذت تبكي. فدخلت أمها عليها وقالت: بني، كنت بالأمس تضحكين ونعاتبك، نقول لك قد أخبرت أبيك بالسفر، فقلت لنا علمنا أبانا أكالا وما علمناه رزاق، ذهب الأكال وبقي الرزاق. هذه الجارية تقول هذا الكلام الصغيرة: أبي هذا الأكال يأكل من رزق الله وليس يرزق أحد، إنما الرزاق هو الله. فذهب الأكال وبقي الرزاق. فكنت تضحكين بالأمس وبعدما أخبرنا الله بكين. فقالت: نعم يا أمه، إن عبدا نظر إلينا بنظرة رحمة فأغنانا، ما بالكم إذا نظر الكريم إلينا. عبد نظر إلينا اقترينا، ما بالكم إذا نظر الكريم إلينا. هكذا كان بيت حاتم رحمة الله عليه الذي زهد في الدنيا وترك متاع الدنيا وراءه، وكان يحدث نفسه كل يوم أن زادي هو الموت، وأن لبسي وكسائي هو الكفن، وأن مسكني هو القبر والقبر. فكان تعزف نفسه عن الدنيا ويتوكل على الله حق توكله. أسأل الله عز وجل أن يحفنا به وبالصالحين على خير، وأن يحشرنا وإياكم بزمرة الصالحين. قوموا وصلاتكم.